السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جبت نص كيلو صدور فراخ، وقلت اعمل لهم صدور كده بالبصل والفلفل الاخضر وكده، زي شاورما يعني، او كله ماشي. فانا حطيت شوية زيت، يعني لو انت عندك سمنه وعايزه تحطي سمنه حطي سمنه. وقطعت بصلتين كده ترانشات حلقات، ونزلت بيهم وسبتهم يتدبلوا كده على النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقلبهم كويس كده وهسيبهم يتبالوا على النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنا نزلت بقى بعد ما البصله دبلت، رحت نازله بالنص كيلو صدور، ونزلت بقرن فلفل اخضر. ما كترتش الفلفل عشان ما ضيعليش لحم طعم الفراخ. وحطيت طبعا حبه بهارات فراخ وحبه فلفل اسمر وملح وحبهان واحده بس، عشان ما تغيرليش الطعم، عشان انا عيالي ما بتحبش الحبهان. يعني لو جت الحبهانه دي كده تحت في بق ولادي فبيعملوا لي قلق. ونزلت هنا بقى، طبعا انتوا عارفين التوابل، كزبره ناشفه ودواب الفراخ. وهنا نزلت بقلب شوربه دجاج، بيديها طعم حلو قوي، وحبه كاري بسيط جدا. وقلبتها بقى لحد ما تدبل معايا كده، وتبقى تدي طعم وتدي لون جميل كده لما تخش في السوا. ما خدتش وقت اكلة ال10 دقايق، ما خدتش 10 دقايق والله بجد، لان انا كنت مقطعه كله وحاطاه جنبي مني، يعني يا دوبك البصله دبلت على طول، ورحت كنت انا مقطعه الصدور وكده، ونزلت بيها، ونزلت بشويه الملح بقى وقلبي بقى اكله سريعه. وعلى فكره البانيه رخص، والفراخ رخصت. فانا جبت نص كيلو بانيه، وحطيت هنا بقى شويه ميه صغيرين عشان يستوي كويس. كنت جايبه لهم عيش سوري، قلت يعملوا سندوتشات وكده، لان الولد كان نازل اصلا يشتري سندوتش، يشتري يعني شاورما. وقمت انا قلت له انا هقوم اعمل لكم منها، ابقى ضامنه ان انا غاسله الحاجه ازاي. وطبعا عصرت ليمونه يا حبايبي عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا